لو اخرت وجبه الفطار ساعتين بتحس انك بقيت عصبي وعندك صداع وتفكيرك كله في الاكل. الغريب ان ده مش لازم يكون معناه انك محتاج تاكل، ساعات بيكون معناه ان جسمك اتعود انه يستخدم الجلوكوز كمصدر اساسي للطاقه وما بقاش عنده المرونه الكافيه انه يستخدم الدهون كمصدر بديل، وده اللي العلماء بيسموه بالمرونه الايضيه. جسمك عنده نوعين اساسيين من الطاقه، الاول هو الكربوهيدرات اللي بتتحول لجلوكوز وبيستخدمها الجسم بسرعه بعد الاكل، والتاني هو الدهون المخزنه اللي المفروض الجسم يستخدمها لما يكون في فرق كبير بين الوجبات او اثناء المجهود. في الجسم السليم التحول بين المصدرين بيحصل بشكل طبيعي، كانك بتدوس على زرار فبيبدل ما بين السكر والدهون حسب الاحتياج، وده هو معنى المرونه الايضيه. لكن المشكله ان نمط الحياه الحالي خلى ناس كتير تاكل بشكل مستمر، جسمك تقريبا على طول بيستقبل طاقه من بره، ومع الوقت بيعتمد بشكل اكبر على الجلوكوز وبيحتاج وقت اطول قبل ما يستخدم الدهون كمصدر للطاقه، وده بيخليك تحس بالجوع اسرع او يحصل انخفاض مفاجئ في الطاقه لو اخرت الاكل، لكنه مازال مش تشخيص لضعف المرونه الايضيه لوحده. والخبر الحلو ان المرونه الايضيه ممكن تتحسن. ازاي؟ اول خطوه انك تسيب فرصه لجسمك يشتغل من غير اكل لفتره مناسبه، وبالنسبه لبعض الاشخاص ممكن يكون الصيام المتقطع حل مناسب لو حالته الصحيه تسمح. ممارسه الرياضه خصوصا تمارين المقاومه زي المشي، تحسين جوده الاكل، كل ده عوامل ممكن تساعد في تحسين المرونه الايضيه. الفكره الاساسيه مش انك تمنع اكل او انك تخاف من الكربوهيدرات، الفكره ان جسمك يكون مرن، يعرف يستخدم السكر لما يكون موجود ويعرف يستخدم الدهون لما يحتاج، لان الجسم اللي بيقدر يعمل التحول بين الاثنين بسهوله غالبا بيكون عنده طاقه اكثر استقرار وشعور افضل بالشبع وكفاءه اعلى في استخدام الطاقه.